بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي. النهارده فيديو جديد بطاقة ونشاط وطاقة ايجابية ان شاء الله. هنعمل غدا بطريقة سهلة وبسيطة جدا. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله على اللون، ولا القش الطعم بتاعه تحفة بجد. حاجة تستاهل بجد اللايك بتاعكم. يا ريت تدعمونا بلايك وتتفرجوا معانا الفيديو لاخر مرحله. ان شاء الله هيعجبكم، هينور رضاكم زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. شايفين لون الفراخ يجنن. يلا نخش على مقاديرنا، هنسمي ونصلي على الرسول. بسم الله، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. معايا كوبايه زبادي، معايا كيسين كاتشب، ومعايا كيسين مايونيز. ده سر الخلطة بتاعتنا بتاعت الفراخ اللي هتودي اللون في حتة تانية وهتودي الطعم في حتة تانية خالص. بصراحة طعمها تحفة بجد، بألف هنا زي ما انتوا شايفين. ربنا يحسن ما بين ايديكم. حطينا كيسين كاتشب وهنحط كيسين مايونيز زي ما انتوا شايفين كده. المايونيز بيديلها طعم حلو قوي، والزبادي بيديلها طراوة فوق من العادي، والكاتشب بيديلها لون وبيديلها طعم حلو او ميزز كده، طعم حلو الاطفال بيحبوه زي ما انتم شايفين كده. الطريقة دي جديدة، لو اعتمدتوها على طول في الفراخ مش هتغيروها، طعمها حلو جدا بجد. تستاهل لايك منكم. زي ما انتم شايفين كده هنعصر عصرة ليمونة، هنحط ليمونة كاملة. الجو حر والليمون اليومين دول كله مية، هنحط ليمونة واحدة بس. هنزل بمعلقة زيت زيتون زي ما انتم شايفين كده، ومعايا صويا صوص هنحط معلقة كبيرة زي ما انتم شايفين، ومعايا دبس الرمان زي ما انتم شايفين كده. هيدي للصوص بتاعنا مزازة وطعم حلو. هنحط معلقة كبيرة زي ما انتم شايفين، وهنزل بمعلقة خل حلوة كده. والله الوصفة دي جميلة جدا، ان شاء الله هتعجبكم وهتنور رضاكم. هنزل بمعلقة ملح حلوة، وهنزل بفلفل اسمر، وهنزل ببابريكا معلقة حلوة برضو، وهنزل ببهارات فراخ هنحط معلقة، وهنزل بتوم بودر وبصل بودر، وهنزل بسبع توابل. دي توابلنا في التتبيلة بتاعتنا ما شاء الله بتودي الطعم في حتة تانية بجد. وزي ما انتوا شايفين اللون ما شاء الله حاجة تانية، ولا الطعم حكاية. بألف هنا يا رب، وربنا يحسن ما بين ايديكم. انا ما عنديش فرخة كاملة، انا اللي كان عندي اوراق فراخ واجنحة بس، كانت حلوة قوي. انا لما بعمل فرخة كاملة بصراحة ما بتتاكلش عندي وما بتخلصش، فانا مش هعمل ومش هكتر، لان انا بحب الحاجة صبحة، واما بتكون صبحة وتكون عاملاها فريش بتبقى طعمها حلو قوي. انا عايزة اعمل على قدنا في البيت، فياريت لو عندك امكانية ما تكتريش الحاجة، لما بتكون صبحة وفريش بتبقى احسن من البيتة، يبقى طعمها حلو. شايفين ما شاء الله طعمها حلو قوي وشكلها تحفة بجد. هنزل في ارضية الصينية بطاطساية حلوة كده علشان ما تتحرقش مني في الارضية زي ما انتوا شايفين كده، لان انا مش هحط لها مية. عايزة تحط لها مية براحتك، بس انا كفاية عليها الصوص اللي انا حطيته دوت. هحطها في قلب الفرن وهدي عليها خالص وهغطيها. البطاطس هتاخد من الطعم وهتاخد من الصوص اللي احنا عملناه للفراخ، وهيبقى طعمها حلو قوي حكاية بجد. هنزل ببطاطساية حلوة كده وبصلاية وقرن فلفل في الأرضية بس عشان الفرخة بتاعتي ما تحرقش مني مش اكتر، زي ما انتوا شايفين كده. وهنزل عليها هتبل البصل والبطاطس والفلفلة بتاعتي. هنزل عليهم بملح وفلفل اسمر، وهنزل عليهم بسبع توابل. هديلهم تتبيلة خفيفة كده عشان لو استوت وحب حد ياكل منها تبقى طعمها حلو برضو، تاخد من التتبيلة بتاعتي ومن صوص الفراخ هتديلها طعم حلو قوي. هرص بقى الفراخ بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه كده في الصينية،
بحاول ان انا اظبط الجلد بتاعها علشان لما تاخد لون يبقى شكلها حلو وتشهي كده، وتبقى نفسك رايحه لها وانت بتاكليها. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. حاول ان انا افضي التتبيله بتاعتي كلها على الفراخ عشان تاخد من الطعم كله، وان شاء الله هتعجبكم وهتنور رضاكا، انا متاكده لانها بجد تحفه. زي ما انتوا شايفين كده هجيب ورقه فويل وهغطي الصينيه بتاعتي واحطها في الفرن. هعمل رز بشعريه زي ما انتوا شايفين كده. هحط معلقه سمنه وهنزل بكوبايه شعريه حلوه. هكتر الشعريه عشان تبقى طعمها حلو مع الفراخ بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. هحمرها حلو، اهم حاجه ان هي تحمر معاكي حلو عشان تديكي لون حلو في الرز بتاعك. انا كنت غاسله الرز، غاسله كوبايه رز حلوه ونقعاها قبل ما احمر الشعريه علشان تستوى بسرعه وما تاخدش معايا وقت. الرز لما بيتنقع بيديكي طعم حلو وبيديكي طراوه كده، بتحسي ان هو طعمه لذيذ. زي ما انتوا شايفين كده انا فضيت الرز بتاعي بعد ما حمرت الشعريه وخدت لون حلو معايا، وعقد الرز بتاعي حلو معايا. هنزل بالملح وهغطيه واسيبه يستوى على ما نشوف الفراخ بتاعتي في الفرن استوت ولا لا. زي ما انتوا شايفين كده الملح، وهغطيه اسيبه يستوى وهروح على الفرن. استوت وغرفنا الاكل بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. شايفين اللون يهبل بجد، ولا القش الطعم طري وطعم حلو قوي. ان شاء الله هيعجبكم هينور رضاكم زي ما انتوا شايفين كده. جربوا الوصفة دي اكيد اكيد هتعجبكم. طعمها لذيذ جدا ولونها بجد تحفة. لو هتعملوها في عزومة هتبقى حلوة قوي، لو هتعملوها لبيتكم لأولادكم هتعجبكم برضو هتنور رضاكم زي ما انتوا شايفين. لو وصلتوا معايا للنقطة دي ياريت تعملوا لي لايك عشان الفيديو بتاعنا يوصل لكل الناس، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.